بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وامسيه كرويه جديده من كوره حافظ. النهارده عزيزي المشاهد انت على موعد مع حلقه جديده باختلاف جديد. النهارده هنعلن عنه في نهايه الحلقه، وهسيب لحضرتك بعض الحاجات اللي هتكون موجوده علشان نقدر نكمل بيها الحلقه الفتره اللي جايه، ونكمل بيها الموسم بتاعنا الحلقه الجايه. رمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم باذن الله. وخلينا نبدأ في الحلقة واحدة واحدة، وعندنا أخبار مهمة جدا جدا النهاردة بتخص الأهلي وبتخص بالتحديد مونديال العالم للأندية اللي هيكون موجود في أمريكا، بالتحديد الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي اللي هيكون هي المباراة الافتتاحية. طيب خلينا نبدأ في السخن سخن على طول منه. ووسطاء من النادي الأهلي اتحدثوا أو راحوا اتكلموا مع نادي بيراميدز على فكرة ان هم يكون في الشراء لابراهيم عادل بصفة رسمية وبصفة نهائية. فنادي بيراميدز رفض الفكرة رفض بات. لما اتعرضت الفكرة على مسؤولين بيراميدز رفضوها خالص نهائي. طيب ايه اللي حصل؟ انه وسطاء من النادي الاهلي، مش النادي الاهلي ذات نفسه، وسطاء قريبين من مجلس ادارة النادي الاهلي راحوا اتكلموا مع نادي بيراميدز على فكرة شراء إبراهيم عادل بصفة رسمية وبصفة نهائية. يعني إيه؟ يعني أنا هشتريك بصفة نهائية. الراجل المدير الفني لبيراميدز رفض، فبناء عليه مجلس إدارة بيراميدز رفض معاه هو كمان. فبناء عليه اللعيب مش هيقدر يقول لا، ولا هيقدر يقول هيقدر يقول لك إيه؟ لا، أنا مصلحتي في قرار النادي بتاعي. فاذا كان النادي موافق انا هاجي، النادي مش موافق خلاص نبقى نفتح الكلام في ناحيه تانية. الكلام ده حصل امتى؟ الكلام ده حصل من شهر بالظبط، او ما يقرب من كده 28 يوم. المستجدات اللي حصلت انه امبارح وسطاء برضو اتكلموا من داخل النادي الاهلي على فكره انه يكون في اعاره لمده شهر لابراهيم عادل والشيبي ظهير ايمن الفريق. فالمفاجاه والصاعقه بالنسبه للجماهير كلها انه بيراميدز توافق، وتوافق بايه بقى؟ توافق بانه انا هديلك اللاعبين دول وانا مش هاخد منك فلوس، مش عاوز منك حاجه، انت بس راضيهم، بالمعنى كده راضيهم، وانا ما تشيلش بالك، ما تشتغلش همك بيا، يعني براحتك عيش حياتك انت. فكان رد فعل كبير جدا جدا وكويس جدا جدا من اداره بيراميدز على الحته دي، اللي هي ايه؟ خد اللي انت عاوزه، خد اللعيبه اللي انت عاوزها، طالما انت هتمثل مصر فاحنا معاك وهنفضل في ظهرك، وهنفضل في ظهر اي فريق هيمثل مصر في اي محفل عالمي. فده كان رد بيراميدز. طيب ابراهيم عادل والشيبي هيكونوا موجودين في الاهلي؟ انا قلت لك اللي حصل، هيجوا او مش هيجوا دي تخص منظومه اسمها الاهلي، مجلس اداره الاهلي. حاليا في موافقه داخل مجلس اداره بيراميدز، الموافقه موجوده. طيب الاهلي عاوز يجيب الاثنين؟ هقول لك بنسبه كبيره طالما في وسطاء اتكلموا مع بيراميدز على فكره انه ابراهيم عادل والشيبي يكونوا موجودين في فرقه، يبقى اذا الاهلي عاوز يتحرك في الحته دي.